السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم كما اللي وعدتكم البنات خبز بالسميد وفي الفرن. انا نحب الخبز اللي يدخل للفرن نعملوه في الصينيه كبيره وندخلوه مره واحده للفرن، ما يتعبناش بزاف، ما نتعبوش كامل، لاننا ندخلوه مره واحده احسن لي نوقفوا معاه في الطاجين. يجينا ساهل ويجي خفيف. البنات جربوه يجي خفيف كي القطن. فهاد الوصفه عملت بالحليب، لكن صدقوني البنات موالفه نعملو بالماء ويجي عادي، يجي كيف. عملت كأسين من الحليب يكون دافي شويه لان راه البرد، مع ملعقتين ممسوحتين من الخميره الفوريه، 15 غرام من الخميره الفوريه، مع كأسين من الماء الدافئ، ورشه من السكر او ملعقه صغيره من السكر، وراني نزيد في السميد. لازم يكون السميد رقيق كامل. عملت 3 كؤوس من السميد ونخلط كل شيء هيدا، خليها تتفاعل شويه. من بعد بديت نزيد بالفارينو، زدت الفارينة حتى اللي التمت العجينه خليوها طريه. اي عجين تجيو تعملوه خليو العجينه تلتصق وخفيفه، ماشي طريه، خفيفه. العجين تاع الخبز باش يجيكم هشيش خليوه خفيف. زدت كذلك ملعقه صغيره من الملح، وراني نزيد في الفارينه، مازال يخصها الفارينه هنا بزاف. راني زدت كأس واحد اخر، انا زدت حوالي 6 كؤوس من الفارينه ممسوحين من الفارينه، وكل واحد وعلى حساب السميد تاعو. الا كان السميد تاعكم يشرب ممكن ما تزيدوش كامل 6 كؤوس من الفارينه، زيدوا الفارينه غير بالشويه وانتم تدخلوا فيها هيدا وانتم تعجنوا. ممكن تعجنوها بيديكم، المره اللي فاتت عجنت بيديا وهاد المره بالبيتخان، ويجي الخبز كيف. هنا زدت ربع كأس من الزيت في الاخير. من بعد ما كملت نخلي الزيت تدخل مليح في العجين، نزيدوا الزيت في الاخير يخمر لكم بسرعه، وتزيد الزيت تزيد خفه للعجين تاعكم. انا نحب القوام يكون غير هكذا. اذا البنات مبتدئات تخافوا من هذا القوام ممكن تزيدوا شويه فارينه، جاكم القوام سائل بزاف زيدوا شويه فارينه. الان راني ندهن هكذا لهاد لي بول. انا عملت في هاد لي بول غير باش يكون واضح كي تختمر، وقلبت فيها العجين، دهنته بالزيت وقلبت فيها العجين كما راكم تشوفوا راه خفيف. وندهن حتى الوجه ونغطيها بلاستيك، ونزيد نغطيها بالمنديل، منديل يكون سخون لان الجو راه بارد، ونخليها تختمر من ساعه حتى لساعه وربع، ممكن حتى ساعه ونصف الا كان البرد. خليوها تختمر، هذا سر من اسرار نجاح العجين باش يكون يجيكم خفيف. خليوها تختمر حتى يتضاعف الحجم تاعها. الان بعد ما اختمرت كما شفتوا البول هبط لي شويه مع البول تاع المختمر مليح. ممكن تحطوها على كاسرونه يكون فيها ماء مغلي وتخليوها تختمر، ماشي على النار، غير هيدك بلا نار. تحطوا العجين لي بول تاعكم تاع العجين على كاسرونه يكون فيها ماء سخون، وتخليوها باش تختمر لكم بسرعه في المطبخ. توجور العجين حطوها في مكان يكون دافئ. ونبدا هيدا نقسم الى كويرات او الى كرات يكونوا كبار. هاد المره عملت غير خبيزات صغار. دهنت يديا بشويه زيت باش نجم نتحكم في العجين. شوفوا كي عاود يلتم معايا من بعد ما يختمر، هو دا عاود التم. توجور دهنوا حطوا الزيت قدامكم او حطوا الماء عادي، حتى بالماء يلتم العجين كما هيدا. اذا ما حبيتوش الزيت للمبتدئات من الافضل تعملوه الزيت، اما اللي موالفين راهم عارفين العجين كيفاش يتحكموا فيه. ونعطيوها الشكل الدائري، توجور دوروها مليح وعطيوها الشكل الدائري باش من بعد كي تحطوها في الصينيه يجيكم الشكل مدور. ومررتها في السميد اللي عجنتها به في الاول، وزدت عطيتها الشكل دائري وحطيتها في الصينيه. وعاود راني نزيد هكذا نهبطها شويه ونكمل كامل حبات بنفس الشكل. الصينيه تكون مدهونه بالزيت او مرشوشه بشويه فارينه كما تحبوا، لكن الزيت لما ترشوا بالزيت، عفوا لما تدهنوا بالزيت، يعطي ذوق رائع للخبز. ونغطيها ونخليها تعاود تختمر لنصف ساعه اخرى. نغطيو مليح الخبز باش ما تجيكمش ديك القشره اليابسه من الفوق من بعد ما يطيب. ما تخليوش هذيك القشره تعمل قبل ما يطيب. ندخلهم الان للفرن يكون ساخن جدا على 180 درجه. نحطوهم في الرف الوسطاني، يكون النار من الفوق ومن التحت. من الفوق تكون قليله ومن التحت متوسطه. مره على مره ندوروا الصينيه حتى ياخذوا لون احمر، ما تغفلوش عليهم. مره لمره دوروا الصينيه هيدا ياخذوا لون موحد. اذا كانت عندكم النار تقدي
من تحت وحدها ومن الفوق وحدها، طيبوهم من تحت ثم عاود طيبوهم من الفوق حتى اللي ياخذوا لون احمر. هيدا هي في الحقيقه اللون تاعهم راه شباب على اللي راكم تشوفوه في الكاميرا في الفيديو، لونهم خرج يهبل، والريحه تاعو ريت تشهي في البيت. اللي يكون عنده القدره باش يعجن احسن من اللي يشري. طبعا خبز الدار يبقى احسن من اللي نشريوه من برا، يجي خفيف كذلك كما راكم تشوفوه، يجي هشيش ويجي كي القطن. جربوه البنات وخليوا لي ارائكم لتحت في التعاليق، ارائكم تهمني بزاف. ما تنساوليش اللايك، واللي يدخل اول مره يعمل اشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. الى فيديو اخر ان شاء الله، ما تنسونيش من دعاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.